مثلث برمودا الذي حير العالم. نعلم جميعا القصص والحكايات التي يتم سردها عن مثلث برمودا والأساطير التي تحاك حول الظواهر الغريبة التي تحد بالقرب من هذه المنطقة، ولا يجرؤ أي شخص على الاقتراب منها، ولكن باستخدام موجات السونار اكتشف عالم المحيطات الدكتور ميير فرلاج هرمين ضخمين يعتقد أنهما من الزجاج على عمق 2000 متر تحت سطح البحر. وباستخدام بعض الأجهزة الأخرى اكتشف العلماء أن هذين الهرمين مصنوعين من الكريستال، وأنهما أكبر 3 مرات من هرم خوفو في مصر. يعتقد دكتور ميير أنه إذا تمت العديد من الدراسات على هذه المنطقة وهذين الهرمين سوف يمكننا من معرفة الكثير من المعلومات التي يمكن أن تفسر هذه الظواهر الغريبة المتعلقة بمثلث برمودا. تم إعلان هذا الاكتشاف في مؤتمر صحفي في الباهاما، كما تم إعلان أن التكنولوجيا التي تم استخدامها في بناء مثل هذين الهرمين غير معروفة لنا حتى الآن. كما اعتقد العلماء أن تجميع المعلومات المطلوبة للدراسات لن تكون سهلة بالمرة.